أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن وضع الحدود مع الآخرين. كلنا بنقابل أشخاص يتدخلوا في حياتنا، ممكن يكون من باب الفضول أو العشم، ودي بيسبب لنا مشاكل نفسية. تعالوا نحدد مع بعض طرق مواجهة هذه المشكلة أو تلك الحالة. أول خطوة هي تحديد الحدود، بمعنى لازم تبني حدودك الشخصية. يعني لو أنت مرتاح إنك ما تقولش عن تفاصيل حياتك وما تخليش حد ياخد قرار شخصي بالنيابة عنك، لازم تعمل كده. وتاني خطوة هي التعبير بوضوح. مش عيب أبدا إنك تفهم أي شخص بيحاول يتجاوز حدودك الشخصية في بعض الأمور بطريقة واضحة ومباشرة، والمهم تكون لبقة. الخطوة الثالثة إنه من المهم إنك تحافظ على الاحترام المتبادل. لازم تعرف الشخص ده إن الاحترام المتبادل هو أساس العلاقة الصحية، وتفكروا إنه من الضروري احترام حدود الآخرين وعدم التدخل في قراراتهم الشخصية. والخطوة الرابعة إنك تمتلك القدرة على قول لا. في ناس بتستمر في الدخول في تفاصيل حياتك الشخصية مهما بينت إنك منزعج من التدخل، وهنا يجي دور كلمة لا. لازم يبقى عندك القوة إنك تقول لا علشان تحافظ على راحتك وصحتك النفسية. وفي النهاية لازم تحترم حدود الآخرين. بالإضافة إلى تحديد حدودك الشخصية، كمان لازم تحترم حدود الآخرين. احترم رغباتهم، احتياجاتهم، وما تتدخلش في مساحتهم الشخصية.